الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ازيكم أيها الشباب الحلوين، أيها الزوافين الأساطير، أهلا بيكم في القسم العشرين من حكاية إيرين بارير الأمير الكسول. فلو ما شفتوش الأقسام اللي فاتت هتلاقوها في القناة في قائمة التشغيل أو في الوصف. بدون مقدمات ما تنسوناش من اللايكات، ويلا بينا نكمل حكايتنا ونصلي على نبينا. وبنكمل بقية الأحداث، وبعدها بنشوف شخص بيقول: سيد فيروكس، ده تقرير المعلومات الخاص بفرقة مملكة كالفين. فبيقول له فيروكس: هات، عملت شغل كويس. ولما بيقرا شوية بيقول: إيليا ليندرسي، متوقعتش إن أنا أقرا اسمها هنا. السبب الوحيد لمشاركة عائلة ليندرسي في بعثة استكشاف الزنزانة دي هو إجنة كريستينا. هي لسه مش ناضجة حتى لو كانت سيدة مبارزة. تصرفها عاطفي قوي. هل أثرت الهزيمة اللي تعرضت لها في أرض البرهان على مشاعرها؟ ثانية واحدة، أرض البرهان؟ بيقولوا إن البطل اللي اتغلب على إيليا ليندرسي كان زميل مبارز ليها، وسمعت إنه اتنينهم انطلقوا في رحلة مع بعض بعد كده. أيوة، زي ما افتكرت، الشخص داك مش ولد عادي. كان أنت صح، سيد المبارزة ذو الشعر الأشقر إيرين بارير. بين إنه بعثة استكشاف الزنزانة هتكون ممتعة قوي. وبعدها في اليوم اللي بعديه عند قاعة المأدبة بنشوف أميرة شيلتون ماشية مع شخص بيقول: انضم سيد مبارزة. فبتقول له أميرة شيلتون: أيوة، كل حاجة بخير دلوقتي. فبيقول لها هو: على أي حال، إيه اللي هنعمله بشأن المملكة المقدسة؟ فبتقول له أميرة: ما وصلش أي حد منهم لحد دلوقتي، صح؟ وبنعرف بعدها إنه الشخص ده هو غريغوري جريفن، قائد فرسان كالفين. وبتقول له شيلتون بين إنه حقيقة عدم ظهورهم في المأدبة اللي بتجتمع فيها كل الممالك لأول مرة هي محاولة لإظهار قوتهم. فبيقول لها غريغوري: لا، ما تاخديش الموضوع على محمل الجد، ربما حصل حاجة. وهنا بيدخل شخص بيقول: مروات طويل سيد غريغوري، ازيك؟ وبيكون ده ساحر بلاط لابت الملكي بيري مارتينيز. وبيقول مارتينيز: بتقول الشائعات انكم كنتوا مشغولين قوي بتعزيز قوتكم حتى انكم استأجرتم مرتزقة. فبيقول له غريغوري: ما تقلقش، مش هيعيق ده بعثة الاستكشاف ابدا. وهنا بيتدخل فيروكس وبيقول: كفاية دلوقتي يا بيري، ده تجمع طال انتظاره عشان الوحدة. فبيقول له بيري مارتينيز: بتتظاهر باللطف، بتخفي ايه المرة دي كمان؟ فبيقول غريغوري: أميرة شيلتون، هل هم دول المرتزقة اللي انضموا لنا المرة دي؟ وبنشوف بعدها جايين بطلنا ايرين ومعاه إيليا ليندرسي، ومعاهم كمان لولو اللي متحولة لشكل البشري. فبيقول بيري مارتينيز بنفسه: هو ايه ده؟ كمية هالة من المالة مماثلة للي عند السحرة العظماء في البنت الصغيرة ديك، بالإضافة انها عندها أجنحة. وايه، بنت ازاي؟ وبنشوف أميرة شيلتون وهي بتقول لنفسها: زي ما توقعت، شعر بقوة لولو. ايه رأيكم؟ ما تقدروش تتجاهلوا دلوقتي قوة كالفين، ها؟ وبعدها بنسمع الاشخاص اللي حوالين بطلنا بيقولوا: هوي، مش ده صحيح؟ انا متاكد انه دي إيليا ليندرسي، رائع قوي. هل جت عشان تقابل إجنت؟ هل بتحاول تنتقم؟ هل هي مش مهووسه لدرجه كبيره؟ وبيقول بطلنا ايرين بنفسه: إيليا، هل هتكوني بخير يا ترى؟ وهنا في الثانيه دي بتنطق إيليا لاول مره وبتقول: احنا هنا تاني مره تانية. فبيتفاجئ بطلنا ايرين وبيقول: إيليا، ثانيه واحده. وهنا بتكمل إيليا: مش هتسيبوني لوحدي المره دي كمان، انا تعبت من كل ده يا اوغاد. فبيتفاجئ بطلنا ايرين من الشيء اللي عملته إيليا، فده اول مره بتعمله. وبندخل بفلاش باك وبنشوف جوديس بتقول لها: حياتك محبطه قوي بجد. فبتقول لها إيليا: قصدك ايه؟ فبترد جوديس: ليه بتهتمي بزي الامور دي؟ اتجاهلي سخريه التانيين، مهما حاولتي اصلا مش هيتغيروا. فبتقول لها إيليا: لكن فبترد عليها جوديس: مش محتاجه تتعاملي بلطف مع امثالهم، سبيهم بدلا من كده اشتميهم. فبتتفاجئ إيليا وبتقول لها: قصدك ايه يعني؟ فبتقول لها جوديس: قولي زي كده اوغان، يلا يلا قوليها، تشعري بتحسن، هيكون افضل ده من انك ترددي الاصوات اللي في دماغك. وبتقول بعدها إيليا اوغاد. فبتقول لها جوديس: اعلى اعلى، ايوه كده، ظبطيهم وقولي لهم كده. وبنرجع للحاضر وبنشوف إيليا بتقول: مش سيء زي ما افتكرت، ها؟ هل هتفضل واقف عندك؟ يلا بينا نلاقي مكان نقعد فيه. فبيكون لسه بطلنا ايرين مستغرب منها وبيقول غريغوري: ده كان كويس للنبلاء. اذا من دلوقتي هتكون في كلمه من قائد فرسان كالفين. اولا اشكر كل اللي حضر المأدبه دي النهارده، ومن خلال وحدتنا دي نجحنا في ان احنا نلاقي الزنزانه. وهنا بنشوف الارضيه كلها بتبدا تهتز. فبيتفاجئوا الناس وبيقولوا: هو ايه ده؟ الارض بتهتز. وفجاه بتتفتح بوابه كده عارفينها احنا، وبتدخل منها مين؟ بتدخل منها الفرسان السود من المملكه المقدسه، مملكه افيليوس المقدسه. وجايه وراهم كلهم واحده طال انتظارها، إجنة كريستينا. واول ما بتظهر بتكون إيليا مصدومه جدا منها. وبيقول غريغوري بنفسه: إجنة كريستينا دخلت. وبعدها بنشوف جورج بيقول: كان لازم تفتحي البوابه بره القاعه، ازاي بتعملي ده هنا؟ معاكي عمله السحر الذهبيه صح؟ فبتقول له انيا: ده غلط مني، كنت عايز افتحها بره كمان. فبتقول إجنت: عزيزي قائد فرسان كالفين سيد غريغوري جريفن، عمل واحد من
باعي غلط كبير واعتذر عن ده كتير. فبيقول لها جريجوري لا مفيش مشكلة، حبيت المشهد ده. فبتقول له إجنت مع كامل احترامي كل الفرسان متعبين لأنهم اتحركوا مباشرة أول ما انتهت مهامهم، لو ما كنتش بتمانع عايزين نرتاح الأول. فبيقول لها جريجوري ما كنتش عارف كترة مهمتكم، هرشدكم دلوقتي لمكان إقامتكم. فبتقول هي اعذرني دقيقة واحدة، وبتتجه بعدها إجنت لمكان تاني لما بتنتبه لحد. فبتقول أميرة شيلتون بنفسها لا اللعنة راحت لهناك إذا إيليا. ووسط تفاجؤ كل اللي موجودين بتوقف إجنت كريستينا قدام بطلنا وبتقول له أنت اتغيرت كتير قوي بعد مرور الوقت ده يا إيرين بارير. فبيبص لها بطلنا إيرين بنظرة تحدي ولا كأنه مهتم بيها. فبتقول أميرة شيلتون بنفسها مش إيليا ليندرسي بل إيرين بارير عوضا عن ده. وبيقول فيروكس بنفسه هي قصدها إيه بإنه اتغير، هل هم عارفين بعضهم البعض؟ وبيقوم بطلنا إيرين وبيقول مر وقت طويل يا سيدة إجنت. فبتقول له إجنت مش مصدقة مدى سرعة تغيرك، قول لي إيه اللي حصل في الفترة دي. وبتطلق طاقة هائلة طاغية على بطلنا وعلى كل اللي موجودين في المكان. فبيقول جريجوري بنفسه الطاقة بتنتشر في كل مكان، دي روح كبيرة، روح غاضبة وعنيدة. بس ايه ده، انا مش مصدق اللي انا شايفه قدام عينيا، انا ما بشعرش بانكماش اطلاقا منه، الولد ده افضل مما توقعت بكتير. وبيكون بطلنا محافظ على هالته حوالين جسده عشان تحميه. وبتقول له إجنت مش هتقول لي ها؟ طيب ده كافي، خلينا نشوف ايه اللي هيحصل من هنا وجاي. وبتسيبه بعدها وبتمشي ولا بتاخد نظرة حتى على إيليا ليندرسي اللي بتكون متفاجئة وبتقول لنفسها هي ما بصتليش حتى لما تعلق الموضوع بيا. وبيبص لها بطلنا إيرين. وهنا بتيجي انيا وبتقول انت لولو صح؟ ده انا هنا انيا، انت وحشتيني قوي يا لولو، بس ثانيه واحده ليه بتبصي لي كده؟ فبتقول لها لولو ما تتكلميش معايا. فبتقول لها انيا ليه ده؟ وبتكون لولو متعصبه منها بسبب اللي عملته قبل اخر مره في إيرين. وبتحاول انيا انها تصالح لولو ولكن لولو بتكون لسه متعصبه. وبنشوف جورج بيقول لنفسه هل مرت سنه ونص على كده؟ كانت الشائعات عن بلوغك مستوى عالي صحيحه، لتطور ملحوظ، بس ده كله كلام فاضي. وبعدها بنشوف بطلنا قاعد لوحده وبيقول لنفسه على عكس ما سبق هقدر ان انا اوقف بوش إجنت دلوقتي بدون التزعزع. بصراحه كان ده شعور كويس، لكني شعرت بغصه مرفقه للشعور ده. من الصعب التحقيق اللي انا عايزه لانه لسه قدامي كتير علشان اخلي الخيال حقيقه، في طريق عدم ترك الاحلام خيال. هحط كل اللي عندي، كل قوتي، كل ارادتي. وبنشوف بطلنا بيضرب بسيفه وبيتدرب وهو مطلع حاله عنيفه. من ناحيه تانية بنروح عند إيليا اللي بنشوفها عاده بالليل كده وكانها حزينه لشيء ما. وبعد مرور كم يوم بنشوف شخص بيقول طيب هديكم شويه معلومات دلوقتي قبل دخولكم للمتاهه. وبتكون دي هي اميره شيلتون اللي بتشرح وبتقول بتمتلك المتاهه اللي هندخلها بابين مش الا، عشان كده احنا بنخطط لفصل فرق البحث الاثنين ونهجم من الجهتين بنفس الوقت. هيتكون الفريق الاول من لابات كالفين وبلانكي وهيتكفل بيري بقيادتهم، اما الفريق الثاني فهو مكون من الفرسان السود وهتكون إجنت مسؤوله عن قيادتهم. فبنشوف واحد بيقول ايه مشكله تعبيرك ده يا بروكس؟ فبيقول له بروكس هل ما سمعت الشائعات؟ قبل 4 ايام نظم اجتماع لتحديد قادة فرق البحث. عارض بروكس الموضوع لما طالبت إجنت بالمنصب داك حتى انها تصعدت الامور ما بينهم للنزاع، والنتيجة كانت كارثية بجد. انتصرت إجنت كريستينا وكان الفرق شاسع قوي بالقوة. وبنشوف بعدها بيري مارتينيز بيقول سيفون كان لازم تتدخل وتحط الامور بمكانها، على اي حال من المستحيل منافسة المملكة المقدسة بينما هم بيملكوا إجنت. لازم يتحسن اداء كالفين وبلانكي. ما اعتقدش انه القلق على بلانكي شيء كويس بالنظر لحالة فيروكس. بتكمل المشكلة في كالفين، مش متأكد على أي حال من الموضوع. وبعدها عند مدخل المتاهة A بنشوف أميرة شيلتون بتقول هل ده هو المدخل؟ فبيقول لها جريجوري اهدي يا أميرة، إيه العمل لو كنت كده يا قائدة متوترة؟ وبنشوف بعدها بيري مارتينيز بيقول فلنبدأ بتنفيذ خطة المدخل الأول. وبيدخل بيري وبعدها بيلاقي نفسه لوحده في مكان مظلم وبيقول هل دي هي اللعنة؟ افتكرت إنها متاهة عادية، ما توقعتش إنها تكون معبد قديم. وبنعرف بعدها إنه المحنة هي ظاهرة غريبة في الدنجونات بيواجه كل شخص بيخوضها لعنة ما. القرارات اللي بتتخذها بظلمة المعبد المفاجأة بدون الضياع بين الهواجيس والمخاوف. لازم على الشخص إنه يتقدم بفخر وثقة رغم توتره وخوفه، وإلا هياكله الظلام وهيفقد نفسه بين المكان ده ومش هيطلع تاني. وبيقول بيري بنفسه هتكون في كتير من العقبات في البداية. وبعدها بنشوف فيروكس بيقول ايه ده، هو ايه الشيء ده بالظبط؟ هل لازم اوثق بنفسي؟ وفجأة بيلاقي حواليه جثث كتيرة جدا والسيف بتاعه في دراعه وشخص بيهجم عليه من بعيد. وبيقول فيروكس بنفسه استجمع نفسك، انتهت الحرب الأهلية من 30 سنة لمجرد وهم ملوش معنى، مش هضيع في الظلمة، هستجمع افكاري واوصل. وبيقدر انه يوصل لباب اخره نور. فبيقول ده هو اللي قادر اعمله صح. واول ما بيطلع بيلاقي بيري مارتينيز وبيسأله هل وصلت مسبقا يا بيري مارتينيز؟ هل انا الشخص التاني طيب؟ فبيقول له مارتينيز لا في شخص تاني. ولما بيبص بيلاقي إيليا ليندرسي وبيقول
فيروكس بنفسه هل وصلت هنا قبلي، وبنشوف انه لولو متفاجئة انه مش بطلنا ايرين اللي طالع، وبيقول فيروكس لنفسه إيليا ليندرسي ازاي قدرت انها تكون اسرع مني اصلا، وبيقول مارتينيز بنفسه بان سخيف قوي لكني متفاهمك يا فيروكس، انا متفاجئ كمان الشخص اللي اجتاز المحن الاول ما اعتقدتش انها تكون إيليا ليندرسي. في اليوم داك شفته ده بوضوح في قاعة الولائم. إيليا ليندرسي تم تجاهلها بالكامل من قبل إيجنيت، كان باين عليها انها مضطربة، فهل غيرت رأيها يا ترى؟ وبعدها بنشوف أميرة شيلتون بتقول مرت فترة ولكن خرجوا أقل من نص رجالتنا بس، فبيقول جريجوري غريبة، وبيقول لنفسه أنا في ورطة، كان عندي شوية توقعات لكني ما توقعتش الموضوع يكون مختلف للدرجة دي عن الممالك التانية، بس الشيء الأكتر دهشة هو إنه إيرين باريوم ما خرجش لسه، افتكرت إنه هو أول شخص هيعدي المحنة دي. وهنا بيقول بيري مارتينيز جريجوري لا يمكن نستنى أكتر من كده، لازم نمشي دلوقتي، دي محنة الظلمة، عشان كده فالناس دوك في الظلام مش هيعانوا كتير من الأذى. فبيقول له جريجوري مفيش خيار عندي، ما اقدرش اسبب لكم مشاكل اكتر. وهنا بتقول إيليا هثق بيه اكتر شويه، فبيقول لها مارتينيز انت قصدك ايه بالظبط؟ وبيقول لها فيروكس سيده إيليا ليندرسي هل قصدك نستنى؟ فبتقول له هي لا اقصده ان احنا لازم نستنى بثقه والتخلي عن كل انواع الشكوك والقلق وعدم الثقه، وكمان نستنى شويه كمان، مش ده هو الهدف ومفتاح المحنه دي. اعتقد انه مش من الضروري بس انك تامن بنفسك كده ولكن كمان توثق بالناس التانيين. فبيقول لها مارتينيز ده عظيم ورأي كويس لكن لا يمكن نستنى اكتر من كده، احنا استنينا كتير. وهنا بيقول واحد من الناس في حد بيخرج، وبيطلع بطلنا ايرين وهو شايل سيفه بطريقه غريبه، وبيقول ايرين اسف ان انا اتاخرت شويه عن اللي اتخطط لي، كان في وضع خاصه هنا. وبيتفاجئ بيري مارتينيز بكميه الجنود اللي جمعها بطلنا وهو جاي، فهو طلع كل فرسان كالفين. وقبل ساعتين بنشوف واحد من الجنود وهو خايف قوي وبينده على حد ولكن مفيش حد بيقدر انه يسمعه، فبيقع كده في حاجه زي المستنقع اللي بتبدا تسحبه، بس في الثانيه دي بيطلع له شعاع من الضوء، وبيقول ده ضوء انا قدرت ان انا اعيش. ولكن بيقول لنفسه بس ايه الشعور ده؟ كل ما قربت من الضوء اكتر كل ما شعرت براحه اكبر، ده دافي ومريح، ايه الضوء ده؟ وبيظهر بطلنا بسيفه وبيحاول يساعد الراجل. وبنشوف بعدها الفارس بيشرح لجريجوري عشان كده قدروا كل افراد الطاقم انهم يهربوا من الظلام. فبتقول اميره شيلتون يا الهي ده رائع قوي، تدخلت في المحنه كمان. فبيقول لها جريجوري اميره صوتك عالي قوي، فبتعتذر اميره وبيقول جريجوري بنفسه ما سمعتش ابدا عن قدره بشري انه يتدخل في محنه زي كده، الولد ده شاب ومميز جدا، القدره على تحسين الجو واضاءته دي طاقه ما شعرتش بيها من قبل من اي سيد سيف تاني. وبيبص جريجوري على بيري مارتينيز وبيقول لنفسه يبقى مضطرب مارتينيز ده عشان الشاب اللي اصغر منه عمل شغل اكتر روعه منه بكتير، عشان كده لازم يكون فخره كقائد اتأذى، لكن لازم نعترف بكده دلوقتي مركز الحمله دي دلوقتي هو ايرين بارير. وبنشوف بعدها مارتينيز بيقول اسرعوا اعملوا صيانه لمعداتكم بسرعه كلكم فهنستأنف الاستكشاف دلوقتي فورا. فبيقول له فيروكس بصوا حواليكم كويس اثناء التحرك لان احنا مش عارفين ايه اللي هيخرج لنا فجأة. واثناء ما هم ماشيين بيلاقوا شياطين وبيقتلوهم. وبيطلع بعدها واحد من الجولم وبيقول لمارتينيز ظهروا عدة وحوش جولم قدام، كل واحد يتمركز في موقعه، احنا هنهاجم كلنا في وقت واحد. وبيضربوا كلهم بالنار على الجولم. وبيفعل بعدها مارتينيز واحدة من طاقات السحر وبيفجر دماغاتهم كلهم. واما فيروكس فبيكمل كمان على التانيين وبيقول اتخلص من النواة الحمراء اللي موجودة على دماغاتهم علشان تدمر الجولم. وبنشوف بعدها بطلنا ايرين هو بيفجر الجولم حرفيا بالسيف بتاعه. وبيقول مارتينيز هل الكل بخير؟ اذا خلينا نستمر في التقدم دلوقتي. وبيكمل وبيقول لنفسه لحد دلوقتي عملنا 5 معارك جوه الدنجون ده ومرت كلها بسهوله، الموضوع كما لو ان احنا دخلنا في رحله تنزه، لكن ليه؟ انا مش عارف ايه اللي بيحصل ده، لكن في حاجه. وهنا بيلاقي جبل من العظام قدامه وبيقول هو ايش ده بالظبط؟ وبتتفاجئ اميره شيلتون وبتقول المكان ده بالله عليكم. فبيقول جريجوري هو ايه اللي حصل ده؟ هياكل عظميه بشريه حقيقيه. وبيخافوا كل الجنود الموجودين. فبيقول لهم فيروكس اخرسوا كلكم وما تخافوش، مش لازم نضاعف من قلق بعضنا البعض. ولكن هنا بيسيطر شعور من الخوف الشديد والقلق من ظهور طاقه شيطانيه عنيفه من شق بعدي. وشخص سمعنا صوته قبل كده بيقول مش مصدق انكم جيتم طوال الطريق لهنا. فبيقول بيري مارتينيز مستحيل. فبيكمل الصوت شكرا ليكم انكم ريحتوني من متاعب اجي ليكم تاني. فبيقول فيروكس مش مصدق ده. وهنا في الثانيه دي بتشتعل اراده بطلنا ايرين وبيكمل الصوت الشيطاني في المقابل اخدمكم بمذاق الموت الرهيب. وبيطلع ده الشيطان المهرج او المهرج الشيطان اللي كان عدو كارين وينكر صاحب اراده بطلنا القديم. وبيضحك بعدها الشيطان المهرج وبيقول فيروكس
افتكرت انه زمن الشياطين ولا ازاي طيب. وبنعرف بعدها انه انتشرت الهالة المظلمة للشيطان رفيع المستوى واللي ممكن تنتقل بمجرد مواجهته عبر اعضاء البعثة الاستكشافية كلهم في وقت قصير قوي. ولما بيستهلك الخوف والقلق وكل انواع المشاعر السلبية بيبداوا كل الجنود يصرخوا وبيسحب منهم هو الطاقة دي، وبيبدا الشيطان المهرج في تدمير اجسادهم. وبنشوف بعدها الجنود بيندهوا سيد فيروكس ارجوك انقذنا. فبيكون فيروكس لسه خايف ومرتجف كده، وبيقول الشيطان المهرج لا 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 انا السيد هنا، انت بتتكلم مع مين؟ وبيضخ بعدها الطاقة بتاعته فبيقطع واحد من الفرسان وبيضحك بسخرية وبيقول ده سحر بيعلى على رقبتكم، مش ده عظيم؟ دلوقتي اسرعوا وصفوه. وحتى فيروكس بيكون مسيطر عليه الطاقة الشيطانية ومش قادر يتحرك من مكانه، وبيقول رغم ان هو امسك بجندية الغالي قدام عينيه ورغم قتلهم بقسوة وحشية انا مش قادر ان انا اتحرك. وبنعرف انه ادت شراسة الهالة المشؤومة اللي طالعة من الشيطان المهرج اللي تجمد كل اعضاء فريق البعثة في مكانهم في الموقف ذاك المشؤوم، حيث الكل يائس. شخص واحد بس بدأ في الجري على الشيطان المهرج، ما كانش الا ايرين بارير وكارين وينكر صاحب الإرادة الأصلية. وبيجري بطلنا بطاقة صفرة عظيمة. فبيقول فيروكس بنفسه ايرين بارير ازاي كده؟ ازاي قدرت تتبص للشيطان ده؟ ازاي قدرت تجري عليه بدون اي تردد؟ فبيقول له الشيطان المهرج وقف عندك او هقتلهم كلهم. ولكن بطلنا بسيفه الأصفر بيبدأ انه يضرب كل مكان في الوحش او في الشيطان. وبنشوف بطلنا بيقول انا اسف قوي وعارف ده كويس، افعالي دلوقتي بتعرض عدد لا يحصى من الناس للخطر، وممكن انه يترك ده شوية خدوش ما بتتمحيش على عائلاتهم واصدقائهم، وانه كل غضبهم وحزنهم هيكون حمل عليا، ولكن مش هسمح لشيء زي ده انه يعيقني. هواجه ده بكل صبر وإرادة واتحمل المسؤولية. وبنشوف بعدها الشيطان المهرج وهو بيضرب طاقته العنيفة جدا على بطلنا ايرين. وبيكمل ايرين ده لانه الشيطان الشرير واقف قدامي دلوقتي، وبضربة واحدة بس بيشق الارض كلها وبيشق هجوم الوحش وكل الطاقة الشيطانية العنيفة، وبيجرح ذراع الشيطان المهرج اللي بيضحك بعدها بضحكة اشبه بالألم. وبيقول بطلنا مش هتراجع ابدا دلوقتي. فبيقول الشيطان المهرج بنفسه مستحيل، سيفه بيقطع الظلام يا لعين، تعال يلا هقتلكم كلكم. وبيضرب عليهم بعدها الشيطان المهرج طاقة شيطانية بتنزل لهم من السماء، ولكن لولو بتكون ليه بالمرصاد وبتقدر تستخدم قوتها وبتصد كل الضربات اللي جاية من الشيطان المهرج. وبتقول له ايرين سيب الموضوع ده عليا. فبيقول لها ايرين حاضر لولو. وبيجري بعدها على الشيطان المهرج اللي بيقول اي يا رفاق اعملوا حاجز. فبيكمل بطلنا ضرباته العنيفة في كل مكان على حاجز الشيطان المهرج، واللي بيقول عارف الشعور ده؟ ايوه عرفت، شفت السيف ده من قبل، لكن امتى وفين؟ مين انت بالله عليك عشان تعمل شيء زي كده؟ وبتضعف بعدها هالة الشيطان المهرج. وبيقول بيري مارتينيز قادر دلوقتي اتحرك بما انها ضعفت شوية. فبتقول ايليا ليندرسي ما انتهاش الموضوع لسه، خلينا نساعد ايرين بسرعة. وبتجري بعدها ايليا بسرعة رهيبة. فبيقول بيري بنفسه ايليا ليندرسي مش مصدق انها اتغلبت على هالة الشيطان بالسرعة دي. وبنشوف فيروكس وبيري بيعانوا شوية علشان يفكوا هالة الشيطان بالكامل عنهم، اما بطلنا ايرين بارير فبيكسر الحاجز بتاع الشيطان المهرج وبيقول افتكرت كارين وينكر ده كان انت صح. فبيتفاجأ بطلنا بضخ للشيطان المهرج لطاقة شيطانية عنيفة قوي بتفجر المكان بالكامل. وبنشوف بعدها انفتاح واحدة من البوابات، والبوابة دي فتحتها انيا اللي بتطلع وهي بتعيط وبتقول انا ضربت كل اللي جمعته خلال 3 سنين يلا. فبتقول اجنت يلا بينا. وبيطلع بعدها كل الفرسان وبتضرب ضربة واحدة بس بتفجر فيها الشيطان المهرج وبتفجر فيها المكان كله كمان. فبيقول فيروكس واو اتقضى على الشيطان داك مرة واحدة، دي قوة لا تصدق. فبيجري وراها جورج وبيقول قائدة الفرسان انت بخير. فبتلاحظ بعدها حاجة وبتقول كلكم وقفوا. واما عن الكتلة الصغيرة دي من الطاقة الشيطانية بيبدأ يطلع منها صوت ضحكة غريب وبيقول فهمت دلوقتي. وبنشوف الشيطان المهرج بيتجمع من تاني. فبتقول لهم اجنت كريستينا ده خطير احتموا كلكم. وبتهجم كريستينا وبطلنا ايرين بارير على الوحش من الجهتين. فبيقول لهم الشيطان المهرج الوداع دلوقتي، وبيرفع دراعه لفوق وبيفعل تقنية غريبة جدا بتتفاجأ منها اجنت هي وبطلنا ايرين، وكأنه كل اللي موجودين اتحبسوا في مكان ما. وإذ فجأة بيسحب وعي بطلنا وبيلاقي نفسه عند كارين وينكر في جسده شخصيا، وبيسأل انا فين؟ انا مش شايف اي حاجة. لكم من الوقت استمر الموضوع ده؟ انا كنت بطارد الشيطان داك بالتأكيد. ثانية
ثانية واحدة إيه الضوء ده؟ وبيلاقي بعدها بطلنا اللي جايله، فبتطلع دي إرادة كارين وينكر الحقيقية، وبيقول له بطلنا كارين وينكر. فبيقول له كارين أنت مين؟ وإزاي عارف اسمي؟ فبيقول له إيرين بمساعدة حد من صحابي قدرت في مرة من الأيام أشوف ذكريات حياتي الماضية، ممكن من الصعب تصدق كده لكن يا كارين وينكر أنت أنا من الماضي. فبيقول له هو قصدك إيه بالماضي؟ إذا أنا. فبيقول له بطلنا أنت ميت. فبيقول له كارين أنا كنت بتجول في العالم لفترة طويلة لكن قبل ما أعرف حتى ما شفتش أي شيء، المكان اللي قعدت فيه والقلعة والمدينة اللي كنت بروح فيها يمين شمال واقطاعيتي جاسكو بالمكان اللي ولدت وعشت فيه. فبيقول له بطلنا اختفت اقطاعيتك من مئات السنين، عائلتك شعبك أحفادك ما عادش في أي حد منهم. فبيقول له كارين فهمت، ومع ذلك لسه في حد محتاج للحماية صح؟ وهنا بيوري له بطلنا إرادته وطاقة سيفه. فبيبص له كارين بتفاجؤ شديد وبيقول انت شاب رائع بيملك نفس افكاري، مفيش مشكلة لو ارتحت دلوقتي صح ارجع ارجوك. وبيضخ بعدها طاقة كارين وينكر بسيف بطلنا، فبيتفاجأ بطلنا انه السيف اتغير من تاني وبيقول لنفسه ده مختلف عن قبل، انا بشعر وكأنه السيف بقى جزء ما بيتجزأش من جسدي. وبيضرب بطلنا ضربة واحدة فبيكسر الحاجز بتاع الشيطان المهرج، واللي بيتفاجأ وبيقول لا ازاي ممكن تكون سريع قوي في المكان داك؟ فبيقول له بطلنا من فضلك اديني قوتك يا كارين وينكر. وبيشعب سيف بطلنا بطاقة عظمى. فبيقول الشيطان المهرج ايوه ثانية اهدى واسمعني الاول. فبيقول له بطلنا فيش حاجة اسمعها منك. فبيقول له الشيطان المهرج صحابك كلهم محاصرين في الظلام، انا مش عايز تنقذهم، فرصة فوزك عليا مش عالية زي ما انت فاكر، فلو فزت انا هيعلقوا صحابك في الظلام للابد، لازم تكون حذر حذر. هو بيقول لنفسه انت بتفكر بالموضوع زي ما توقعت، انت نفس البشري شوية بس من الوقت. وهنا بيقول له بطلنا كل ما طال الوقت استفدت اكتر صح؟ فبيقول له الشيطان المهرج انت ازاي ممكن؟ فبيقول له بطلنا لسه بتستخدم نفس الحيلة ديك لكنها مش هتأثر بيا، افهم كارين وينكر بينادي عليك عايزك تروح له. وفي الثانية دي بيتكسر حاجز الشيطان المهرج من تاني، اما اللي بيطلع هنا بتكون مين؟ اجنت كريستينا. وبيقول الشيطان المهرج بنفسه ياه اللعنة حتى الست ديك. وبتقول له بعدها كريستينا إيرين بارير من امتى وانت هنا؟ قول لي ازاي وصلت للشيطان قبلي؟ وبتقول لنفسها الولد ده اضعف مني، حقيقة دي لا خلاف عليها ابدا، لكن ازاي قدر يوصل للشيطان قبلية؟ وهنا في الثانية دي بيتكسر حاجز الشيطان من تاني للمرة الثالثة، وبتطلع إيليا ليندرسي وبتقول لها اجنت إيليا انت كمان ازاي قدرت تتجاوزي الظلام ده وما قدرش حتى جورجي يطلع منه نائب قائد الفرسان السود؟ فبتبص لها إيليا وما بتديلهاش اي جواب، وبعدها بتقول لها اي سخافات دي؟ ده مضحك قوي، الفكراني مش قادرة اعمل شيء زي ده. وبتقوم بتتكلم بنفس وضعية جوديس. فبتقول لها كريستينا خلينا نسيب الاسئلة دي لبعدين، الاولوية دلوقتي هي الاطاحة بالشيء المقزز ده. وبيفعلوا الثلاثة قوتهم علشان يطيحوا بالشيطان المهرج بطريقة ما، وبيجروا الثلاثة وبتقول لهم اجنت ما تديهوش اي فرصة هاجموا في وقت واحد. فبيضحك بعدها الشيطان المهرج وبيقول ما تقدروش تقتلوني وتفلتوا من العقاب ده بامان، كلكم هتموتوا. وبيقطع بعدها القناع بتاعه بطريقة غريبة، فبتستغرب إيليا هي وإيرين. وبيقول الشيطان موتوا كلكم هنا، وبيفعل التدمير الذاتي لنفسه وبيتفجر المكان بالكامل. ووسط التفجيرات اللي جاية على إيرين بيقول لا يمكن نتجنب الموضوع ده ابدا. وفي الثانية دي بيجي صوت اجنت اللي بتقول اتراجعوا دلوقتي، وبتتجه على الانفجار وبتعمل حاجة زي الحاجز كده، وفجأة بيتفجر الحاجز بتاع الشيطان كله. وبنشوف اجنت وهي صدت ضربة عن الناس، فبيجري جورج عليها وبينده وبيسألها بطلنا اجنت ليه؟ فبتقول له اجنت مش عارفة، وبتقع بعدها على الارض. وبينده عليها جورج كتير ولكنها ما بتسمعش ابدا ليه. في مكان تاني عندي ذكرى لاجنت بتحلمها وهي نايمة، وبتقول هو ايه ده انا ليه مش قادر اشوف اي حاجة؟ ثانية واحدة المكان ده. وبنشوف بعدها اولاد صغيرين بيقولوا ايه ده هل ده صحيح؟ وبتقول بنت دلوقتي قادر اكل وجبتين في اليوم؟ فبتقول لهم اجنت طبعا حتى ان انا حصلت على شوية شغل من الجد جاك، دلوقتي تقدروا تاكلوا 3 وجبات في اليوم. وبتكون دي اجنت الصغيرة، وبين الاطفال اللي معاها زيها متشردين في منطقة غريبة حرفيا عاملة زي الصحراء، قرية صغيرة ما لهمش اي اكل فيها. وبعدها بنشوف اجنت بتقول له ايه ما تقدرش تديني شوية شغل كمان؟ فبيقول لها هو ظهروا حرامية امبارح بالليل وسرقوا المتجر، ما عادش مجالنا قادر انه يشتغل بعد دلوقتي. فبتقول له كريستينا بس وبتقول لنفسها دي مشكلة كبيرة مع استمرار الحرب الاهلية، فالشغل بدأ يتناقص، لو استمرت الامور كده فمن المستحيل ان انا اعتني بالكل. وبعدها بنشوف انها ماسكة حاجة زي رسالة، وبتفتكر شخص بيقول لها عندك موهبة كمبارزة، خدي خطاب توصية من مبارز كرونو، لو بقيتي مبارزة ماهرة هتقدري تحصلي على فلوس كفاية عشان ترعي كل اصحابك، فكري في الموضوع كويس. وبعدها بنشوف اجنت والاطفال بيودعوها كلهم وبيقولوا لها تقدريش تروحي ارجوكي ما تروحيش.
فبتقول لهم اجنت استنوا بس سنة واحدة هرجع اقوى من اي وقت مر، فبتديهم الوعد. وبعدها بنشوف كريستينا في اكاديمية مبارزة كرونو وبتقول كافي قوي اقدر ارجع دلوقتي، ولكن لما بترجع للقرية بتاعتها بعد ما بقت اقوى بعد سنة واحدة بتلاقي القرية في حالة خراب، وبتتساءل فين راحوا الاطفال. ولما بيجي شخص بيقول اجنت فبتقول له اجنت اوليفر، وبعد ما بيحكي لها اوليفر كل حاجة بتقول له فهمت عشان كده ما شفتش الاطفال. فبيقول لها اوليفر بالظبط تم اسر البعض والبعض التاني مات. فبتقول اجنت بنفسها انا بقيت عاجزة الا انا كنت بجري علشانه بالله عليكم. فبيقول لها اوليفر هل انت بخير يا اجنت؟ فبتقول له اجنت تبان الهدوم دي الجديدة منين حصلت عليها؟ هل سرقتها؟ فبيقول لها هو ما كانش قدامنا خيار غير ان احنا نفضل عايشين. فبتقول هي بنفسها فهمت مش عايزة الوم الناس، هم تم دفعهم على الهوية بسبب حياة كانت مؤلمة بجد قوي بحيث ما يقدروش يتحملوها. وبتقول له اجنت احنا ما نقدرش نرجع للي كنا عليه من قبل صح؟ فبيقول لها اوليفر بالظبط. فبتقول له اجنت ممتاز عيش حياتك بشكل كويس من هنا وجاي. وبتقول لنفسها لو كنت عشت في بيئة افضل من اللي انا عليه دلوقتي فمن المؤكد ان انا ما كنتش هتغير. اذا كنا نقدر بس نغير العالم حتى ما يحصلش شيء زي ده مرة تانية. وبنشوف بعدها اجنت وهي بتعين فرسان وبتقول انها هتغير العالم كله بالكامل. وبعدها بنشوف شخص بيقول لها انا اعتذر يا قائدة انا ضد الموضوع ده، اذا رحتي للمملكة وبقيتي تحت ايد المملكة المقدسة هيتم تجريدك من حقوقك وتكوني مليانة بس التزامات فاضية. الفخر انا مش محتاج لشيء زي ده، انا بحب اللي انا عليه دلوقتي. انا عارف انك عندك احلام كبيرة لكن ده اقصى حاجة اقدر احققها معاكي. فبتقول له هي طيب كم عدد الاشخاص اللي بيعارضوا الموضوع؟ فبيقول لها هو تقريبا كلهم. فبتقول له اجنت فهمت اذا همشي دلوقتي عيش بشكل كويس. وبتسيبهم اجنت وهي بتقول لنفسها انا مش بلوم زملائي لكونهم راضيين عن نفسهم لان انا وحدي بملك القدرة على تغيير العالم، مفيش اي داعي اعتمد على الناس، انا بس بعمل شغل كويس. وهنا بتكون التقت بجورج وانيا وبتقول لنفسها مفيش داعي ان احنا نكون سعداء، هتتبعوني قريب وتقعوا على اي حال وهتسيبوني ان انا اكون وحيدة فانا متعودة على الشيء ده. فيا ترى ازاي وصلت كريستينا للقب اللي هي واصله له دلوقتي كاقوى عبقرية في التاريخ؟ وهل تم القضاء كده على الشيطان المهرج ولا في حاجة تانية كان بيعملها الشيطان المهرج اخبث؟ كل ده واكتر من احداث اسطورية هنعرفها في الاقسام اللي جاية من حكاية ايرين بارير الامير الكسول. فلو وصلتم للدقيقة دي من الفيديو فانتم اساطير الاساطير، صلوا على الحبيب المصطفى اذكروا الله، كم ساعتها بخير ان شاء الله. شكرا على المشاهدة، سلامات.